اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بالف خير. ايه رايكم بقى النهارده نعمل مع بعض البيتي فور؟ هنعمل بيتي فور الكيس. هنعمله بطريقه سهله ودايب كده دوب، وفي نفس الوقت متماسك. مقادير مظبوطه عن تجربه، اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم فيه ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ اتمنى تقولوا لي رايكم. يلا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوه. ويلا بينا بقى نشوف البيتي فور الدايب دوت احنا عملناه ازاي. انا هنا في العجان ومعايره كوبايتين من الزبده بدرجه حراره المكان، ومعايا كمان كوبايه سكر بودر. هنضرب السمنه كده الاول. بعد ما ضربنا الزبده هنزل بكوبايه السكر واضربهم كويس جدا مع بعض. بعد ما ضربناهم كده كويس، بصوا بقوا مفهوم كده، هنزل ببيضه. دي بيضه كامله. بعد ما ضربت البيضة هنزل كمان باتنين صفار بيض. انا هنا فاصلة البياض وواخدة الصفار بس. هنزل باتنين صفار، وكمان هنزل بحوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا بتديها ريحة حلوة وكمان عشان البيض. بعد ما ضربتهم كويس انا هنا معايا 3.5 كوب دقيق نخليه كويس، وهنزل عليه برشة ملح صغيرة. هنزل بنص كمية الدقيق واشغل العجان. وطبعا من حين لاخر كده انا بفصل العجان وبالسباتيولا وبلم كده العجينه. انا هنا حطيت نص كميه الدقيق التانية وقلبتها كويس، وزي ما قلنا من وقت لاخر بالسباتيولا كده ونلم العجينه من الجناب ونشغل عليها تاني. كده العجينه معايا تمام. معايا هنا كيس الحلويات. هبتدي الم بقى البيتي فور كده، وعلى ورقة زبدة وبدهنها زيت بسيط، وهبتدي اشكل البيتي فور بتاعي. انا هنا عملت الوردة وعملت جزء بشوكولاتة. كل الحكاية ان انا حطيت معلقتين شوكولاتة على البيتي فور وقلبته كويس، عجنته يعني في العجانة. انا هنا بين البيتي فورة والبيتي فورة بسيب مسافة عشان طبعا هو بيفرش شوية في الفرن. هنا بعد ما خلصته كله ومولعة الفرن على درجة حرارة 180 وسايباها تسخن بقالها 10 دقايق. هندخله الفرن بقى ونشوفه بعد ما يطلع. هنا البيتي فور بتاعي استوى، خد حوالي يعني بياخد من 10 دقايق ل15 دقيقة حسب فرنك. هو طبعا سخن جدا، لونه بيبقى ذهبي كده من فوق واخد لون من تحت بسيط. ودي الكمية يا حبايبي اللي احنا عملناها. وهنا معايا شوكولاتة جوفرتينا، خدت اقل من نص الباكو. هدخله الميكروويف اسيحها، وبعد ما ساحت انا حطيت عليها 3 معالق كبار من اللبن وقلبتها. ومعايا مربى ومعايا شوكولاته فرماسيه ومعايا جوز الهند. نبتدي بقى نشكل البيتي فور. هلزقها كده بشوكولاته، وهنزل بجزء منها اغلفه بالشوكولاته. وبعد كده هعملها بجوز الهند، لزقاها بالشوكولاته وغلفتها شوكولاته وعملتها بجوز الهند. وكمان هنا هلزقها بالمربى، وهعوز جزء منها كده في المربى وانزل بالشوكولاته الفرماسيه. طبعا ده بقى اختياري، عايزه تعمليها بمربى بس، عايزه تعمليها بشوكولاته بس، عايزه تعمليها بالاتنين كده. شكلي بقى
ونوعي براحتك. انا هنا كده خلصت الكمية اهي كلها وزينتها، وعملت كمان كمية بشوكولاتة بس كده. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم، واشوفكم على الف خير.